اهلا بيكم. النهارده هنعمل مع بعض وصفة خفيفة جدا، هتحس انك بتاكل رز بس هو مش رز، هو القرنبيط البديل للرز. تعالوا نشوف مع بعض المكونات. عندي بصل مفروم، جزر مبشور، وعندي قرنبيط مبشور، التوابل ملح فلفل كمون، وعندي معلقتين زيت زيتون. هننزل مع بعض بالزيت في طاسة فاضية على النار، وبعد كده عليها بقى البصل ونسيبه لحد لما يبقى لونه ذهبي كده. الوصفة دي حلوة جدا، تنفع للأطفال اللي مش بيحبوا القرنبيط، هتتفاجئوا ازاي حبوه بياكلوه من غير ما يحسوا. كمان مناسبة لمرضى الحساسية أو نظام الكيتو دايت، فهي وجبة خفيفة جدا وحلوة جدا ومناسبة، وكمان النشويات بتاعتها أقل كتير من الرز. هننزل بعد كده بقى بالجزر، والجزر عندي بيدي لون وطعم حلو جدا، بيخلي الأكلة شكلها مش دايت. وبعد كده بقى هنجيب بطل الوصفة عندي القرنبيط وهننزل بيه، وهنقلب بقى كله في بعضه كده. القرنبيط انا ببقى عايزة حجم الرز، يعني مش عايزاه مفروم ناعم قوي او خشن قوي، فانا بشرته على المبشرة، وممكن نعمله كمان بالهاند بلندر بس ما نطحنوش قوي. بعد كده بقى هنزل بالتوابل، والتوابل عندي بسيطة جدا، هي ملح وفلفل وكمون. بعد كده بقى هجيب ربع كوباية مية سخنة وهنزل بيها واسيبه حوالي 3 أو 4 دقايق على النار، هو بيستوي بسرعة جدا. وما سيبوش اكتر من كده عشان ما يبقاش طري قوي، انا عايزة قوامه يبقى زي الرز ومتماسك. وهلاقيه بعد كده استوى، وبألف هنا. جربوه ان شاء الله يعجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد.